الخلاصة إن إحنا كأننا نعود فندير ملفنا السياسي الخارجي مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بأن يأتي الأمريكان ليوقعوا أو يختموا ختم الرضا عنا، بل ونحن نتمنى لهم الرضا يرضوا، وبنطمنهم إن إحنا كويسين ومستحميين ومتوضيين، وإن إحنا هنعمل اللي هم عايزينه، أو إن إحنا يعني ما بنعملش حاجة وحشة. مفتش بيجي ويطلع كمان بلسانه هو بتصريحاته هو بلدنا احنا يقول انه قال كلمنا عن النظام القضائي في لغة مختلفة بانت من رئيس السيسي عبر متحدثه. احنا ما سمعناش السيسي جوه في الأوضة، لكن عبر المتحدث عبر البيان الرسمي. هل في لغة مختلفة طلعت من وزير خارجية المصري بيقول أي حاجة فيها إنه أي حاجة جديدة حصلت؟ لا، الإجابة لا خالص. ده لسه بقى كمان بقى الدور الجاي على الإعلام الأمريكي لما يبقى يحب يقابل بقى رئيس سيسي ويعمل معاه حوارات وياخد منه تصريحات، ومش عارف برضو المأزق ده هنخشه ازاي، وهنبقى فاهمين مأزق الإعلام الأمريكي ورغبته في الاصطياد. لكن زيارة جون كيري اليوم إلى مصر أعطت كما مؤشرات إيجابية هنا ولا هنا. ومن ضمن المؤشرات الإيجابية أن الإعداد فعلا كان جايب لي التصريحات بس مش في النسخة الإلكترونية يعني. إلا أنه مؤشراته السلبية من وجهة نظري، اسمحوا لي أن أنا أقول اللي مش متواضعة يعني، فيعني اغفروا لي يعني، ده مؤشرات شديدة السلبية، شديدة مش سلبية، شديدة السلبية. النغمة قديمة، الأداء قديم، المنهج قديم، كأن 30 يونيو لم تحدث، كأن 30 يونيو لم تعبر علينا، كأننا لم نتغير. هذا قولي وأستغفر الله لي ولكم.